نروح لخبر تاني. واتفق مسؤولين النادي الأهلي مع مترجم جديد للقيام بأعمال الترجمة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتم اختاره بالظهور في انطلاقة فترة الإعداد مع عودة مارسيل كولر من بلاده، حيث يقضي الآن أجازة في نهاية الموسم. حاول النادي الأهلي إنهاء الملف الخاص بالمترجم قبل رجوع مارسيل كولر لمصر مرة تانية، وطبعا عشان يكون جاهز قبل ما يبتدي الموسم المقبل. ومن المنتظر ان هيرجع مارسيل كولر للقاهرة يوم الجمعة اللي جاية استعدادا لبدء فترة الاستعدادات لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا قصاد فريق جورماهيا الكيني، وده هيكون يوم 13 أو يوم 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة. لسه مكملين مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي. وغادر محمد عبد المنعم المنضم حديثا لصفوف فريق نيس الفرنسي مطار القاهرة استعدادا